تعديلات جديدة ومهمة جدًا على قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة على الدخل، تتعلق بتسجيل العقار والتعامل على أي مرفق من مرافق العقار زي الكهربا والغاز والمَيّة. إيه هي التعديلات دي وإيه علاقتها بتسجيل العقار وهتستفيد إيه من التعديلات دي؟ كل ده في الحلقة النهارده. السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدًا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. هنبدأ أول جزء من الحلقة تعديل قانون الشهر العقاري، وعشان نعرف إيه هو التعديل وإيه الفايدة من التعديل هنتكلم الأول على الوضع قبل التعديل. الوضع قبل التعديل إن عشان تسجل العقار بتاعك، وأنا لما بقول هنا عقار بقصد إن أنت عندك مثلا شقة أو فيلا أو عمارة أو أرض فضاء أو أرض زراعية، أي عقار. لما تيجي تسجل العقار بتاعك أنت بتاخد وقت كبير جدا، بتاخد مجهود كبير جدا، بتصرف كتير جدا، وكمان في حالات بتكون فيها استحالة للتسجيل، زي إن هو مبقاش فيه تسلسل ملكية، أو إن حضرتك معاك تسلسل ملكية لكن آخر التسلسل الملكية مفيش عقد مسجل. إذا هنا في استحالة إن أنت تسجل، أو نوع من الاستحالة إن أنت فعلا تسجل. طيب التعديل عمل إيه بقى هنا؟ التعديل قالك إن أنت ممكن تسجل حتى لو ما معكش تسلسل ملكية. طيب إزاي الكلام ده؟ قالك الكلام ده هيكون في 3 حالات. أول حالة إن أنت يبقى معاك سند صحيح للملكية. لما أقول سند صحيح للملكية هنا يعني عقد، العقد اللي أنت اشتريت بيه. عقد طبعًا هيبقى عقد ابتدائي، عقد عُرفي ممضي عليه من أطرافه فقط، عليه صحة توقيع أو ما عليهوش صحة توقيع ده موضوع تاني. المهم إن هو في هنا عقد ابتدائي، ده سند صحيح للملكية. وكمان يبقى الشقة أو العقار في حيازتك حيازة مستقرة لمدة 5 سنين. لو توفر معاك الشرطين دول، معاك عقد ومعاك حيازة لمدة 5 سنين، هتقدر إن أنت تسجل بإجراءات بسيطة وكمان تكلفة قليلة وفي وقت قليل. هتثبت إزاي الحيازة لمدة 5 سنين؟ الكلام ده هيكون سهل جدًا، سواء إن أنت قدّمت على مرافق، دخّلت كهربا أو مَيّة أو نقلتها باسمك وعدّى على الكلام ده 5 سنين، أو عملت صحة توقيع، العقد بتاعك عليه صحة توقيع، لإن صحة التوقيع بيصدر بحكم من المحكمة وبيبقى له تاريخ. عدّى على التاريخ ده 5 سنين، إذًا أنت هنا الشرطين توفّروا فيك، فهتقدر إن أنت تسجّل العقار بتاعك. طيب، تاني حالة إن أنت معاك حكم بالملكية، حكم بالملكية، زي حكم مثلًا صحة ونفاذ أو حكم بثبوت ملكية أو فرز وتجنيب. هنا هتقدر إن أنت برضه تسجل بإجراءات بسيطة وتكلفة قليلة ووقت قليل. في الأول أو قبل التعديل كان دعوى صحة ونفاذ أو ثبوت الملكية عشان تسجلها كنت بتاخد برضه آآ وقت كبير وبتحتاج تسلسل ملكية. لو ما فيش تسلسل ملكية كان بيبقى نوع من الاستحالة إن أنت تسجل. دلوقتي هتقدر تسجل لو معاك حكم نهائي بثبوت الملكية أو بالصحة والنفاذ. طيب، تالت حاجة بقى، ودي حالة منتشرة جدًا وصعبة جدًا بين الناس، إن أنت مثلًا لو أنت وارث عقار أو عندك العقار ده من زمان وما معاكش عقد، أو وارث عقار وما فيش فيه عقد، لكن أنت قاعد فعلًا كتير فترة تزيد عن 15 سنة، قاعد في العقار ده لكن ما معكش أي ورق ليه، لكن هو ملكك فعلًا، أو ملك والدك أو ملك جدك، أو أنت يعني وارثه، أو شاريه لكن ما معكش عقد. هنا برضه تعديل قانون الشهر العقاري قال لك إن الشهر العقاري هيتأكد إن أنت المالك، أو إن أنت واضع يدك على المكان، ووضع اليد على المكان لمدة تزيد عن 15 سنة بنية التملك. طيب، مين هيتأكد فيها؟ إيه الجهة المنوط بيها الموضوع ده؟ الجهة المنوط بيها الإجراء ده هو الشهر العقاري. طيب تفاصيل، للأسف ما فيش تفاصيل. لمّا يصدر القانون وكمان تصدر اللائحة التنفيذية هيكون في تنظيم أكتر، وهتكون في تفاصيل صغيرة أكتر هنقدر نفهم منها، وطريق واضح إن إحنا نمشي عليه، ونقدر نعرف إيه الإجراءات المطلوبة بالضبط، لكن هتكون إجراءات بسيطة وبرضه هتاخد وقت قليل وبتكلفة قليلة. طيب، بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الضريبة على الدخل بقى هيسهّل عليّا إيه أنا لمّا آجي أسجّل عقار أو أدخّل غاز أو كهربا أو مَيّة أو كذا أو كذا أو كذا. كان في شهر 3 اللي فات لو نفتكر إن كان في زحمة على شركات الكهربا والمَيّة والغاز، بسبب إن هو قال لك إن من بعد 5 مارس 2021 اللي عايز يدخّل عدّاد أو ينقل ملكية لازم يكون العقار بتاعه مسجّل. كمان لازم يكون
ضريبة التصرفات العقارية مسددة. وبالمناسبة ضريبة التصرفات العقارية كنت عملت عليها حلقة قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعها فوق لو حابب ان انت تتفرج على الحلقة. لان ضريبة التصرفات العقارية زي ما هي ما فيهاش الا تعديل بسيط هقول لك عليه بالنسبة للتسجيل، لكن هي سارية زي ما هي. طيب، ضريبة التصرفات العقارية هي بسرعة كده هي 2.5%، وبتكون على البائع مش على المشتري. تمام. لكن جت الفترة اللي فاتت قال لك اللي عايز يغير كهرباء او يدخل كهرباء او مية او اي نوع من انواع المرافق لازم يكون مسجل عقاره، وكمان لازم تكون ضريبة التصرفات العقارية مسددة. يعني انت كمشتري انت مالكش دعوة بضريبة التصرفات العقارية، لو البائع ما سددهاش انت هنا هتوقف لك الكهرباء بتاعتك او المية بتاعتك او المرافق بتاعتك او تسجيل العقار بتاعك، رغم انها مش مسؤوليتك انت، هي مسؤولية البائع. لكن تيجي شركة الكهرباء او الشهر العقاري يقول لك والله انا عارف انها مش بتاعتك انت، لكن ادفعها وارجع عليه او هاته ان هو يدفعها. ودي طبعا كانت بتبقى حاجة صعبة جدا. في هذه الايام اللي هي في شهر مارس 2021 تدخل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وارجى العمل بقانون الضريبة على الدخل او بتعديل قانون الضريبة على الدخل انذاك لشهر 6 2023، ووجه بالتيسير على المواطنين في موضوع الضريبة وضريبة التصرفات العقارية، وكمان تسجيل العقارات، لان انت كمشتري بتلتزم ان انت تدفعها رغم انها مش بتاعتك. طيب التعديل بقى عشان ما نتكلمش كتير نخش في التعديل. التعديل عمل ايه؟ هنفرق هنا ما بين فترتين زمنيتين. فترة سريان القانون رقم 11 لسنة 2013، وده برضو تعديل لقانون الضريبة على الدخل، يعني من سنة 2013 وانت طالع او من سنة 2013 وانت قبل كده. قبل سنة 2013 في ضريبة التصرفات العقارية اللي هي 2.5%، خلاص ما بقتش 2.5%، بقت ضريبة مقطوعة. يعني لو حضرتك عقدك قبل 10 سنين فهنا العقود دي معاك تسلسل ملكية عن العقار بتاعك سواء الشقة أو أي عقار، تسلسل الملكية هنا الضريبة هتكون على آخر بائع بس، يعني البايع اللي باع لك أنت بس، ده بشرط إن عقدك يكون قبل سنة 2013. طيب هتبقى كام من قيمة العقد؟ هتبقى 2.5%؟ لا، مفيش الكلام ده دلوقتي، هتبقى ضريبة مقطوعة يعني مقدرة. لو عقدك لغاية 250 ألف جنيه قيمته ما بتزيدش عن 250 ألف جنيه، فهتدفع هنا أو البايع هيكون مسؤول بضريبة التصرفات العقارية بمبلغ 1500 جنيه. أما لو العقد قيمته من 250 ل 500 ألف جنيه فهيكون الضريبة العقارية ضريبة التصرفات العقارية هتكون 2000 جنيه. لو من 500 ألف جنيه لمليون هتكون ضريبة التصرفات العقارية 3000 جنيه. لو أكتر من مليون جنيه هتكون ضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه، أيا كان تمن العقار إيه. طيب بالنسبة للي بعد كده بعد 2013 هتكون ضريبة التصرفات العقارية 2.5% سارية عادي جدا. لكن في تعديل بقى مهم على الفترتين بقى، إن أنت لو رايح تسجل العقار بتاعك أنت مشتري مش ملزم بأداء ضريبة التصرفات العقارية، هيقول لك مالكش دعوة بيها، حتى لو ما تسددتش مفيش مشكلة، هتسجل العقار بتاعك عادي بالإجراءات الميسرة اللي احنا لسه متكلمين عليها. طيب لو انت رايح تقدم عداد كهرباء او ميه او غاز، او رايح تنقل ملكية العداد باسمك، في عداد فعلا رايح تنقل ملكية باسمك، برضو مش هيكلمك على ضريبة التصرفات العقارية، هيقول لك هتقدم عادي او هتنقل ملكية عادي، مفيش حاجة اسمها ضريبة التصرفات العقارية بالنسبة لك انت كمشتري، انت مش مسؤول عنها. لكن الحاجة الوحيدة اللي هتتم فيها هي هتكون ما بين مصلحة الضرايب والبائع اللي باع لك، ومصلحة الضرايب. مصلحة الضرايب هترجع عليه بالإجراءات الخاصة بيها عشان تقتضي منه مبلغ ضريبة التصرفات العقارية، سواء احنا بنتكلم على قبل 2013 أو بعد 2013. لكن أنت كمشتري أنت مالكش دعوة خالص بموضوع ضريبة التصرفات العقارية. يعني إذا هنا احنا عندنا تعديلات مهمة قوي وجميلة قوي، هتسهل على الناس كتير وهتوفر كتير، وكمان هتبقى الفترة الزمنية للتسجيل هتبقى قليلة، ومش هيلزمك بضريبة انت مش مسؤول منها اللي هي ضريبة التصرفات العقارية، هيلزم بيها البائع وهيرجع، ومصلحة الضرايب هترجع عليه مش عليك انت، ومش هيوقف لك مصلحتك. طيب التعديلات دي لسه الحقيقة ما صدرتش، يعني القوانين دي لسه ما صدرتش، لكن مجلس الوزراء وافق عليها رسميا،
وهي حاليا في مجلس النواب للتصويت عليها وإصدار القانون. بعد إصدار القانون هيتنشر في الجريدة الرسمية، وبعد ما يتنشر في الجريدة الرسمية هتصدر اللائحة التنفيذية. طبعا هيكون في تفاصيل أكتر وإجراءات مفصلة أكتر وأكتر بعد ما يتنشر القانون وتصدر اللائحة التنفيذية. هي دلوقتي مش موجودة التفاصيل دي، لكن هتكون موجودة بمجرد صدور اللائحة التنفيذية. لكن أنا حبيت إن أنا أطلع أعمل الفيديو ده، لأن في ناس كتيرة عايزة تسجل العقارات بتاعتها دلوقتي. فنصيحة مني، لو أنت عايز تسجل العقار بتاعك سواء شقة أو فيلا أو أرض أو أيا كان العقار، فما تسجلش دلوقتي، اصبر شوية. اصبر بعد صدور قوانين التعديلات، قانون التعديل على قانون الشهر العقاري، وكمان قانون التعديل على قانون الضريبة على الدخل. اصبر شوية، الموضوع هيبقى أسهل، الموضوع هيبقى رسوم أقل، هتكون إجراءات أقل، وكمان وقت أقل. فاصبر شوية، ما تسجلش دلوقتي، اللي جاي إن شاء الله أحسن. النهارده الحلقة كده انتهت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان هتستفيد من الفيديوهات الموجودة على القناة، وكمان الجرس عشان اللي جاي ان شاء الله هيفيدك.